السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم السولة دي زاد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال يا ربي. ان شاء الله تكونوا مهنيين وراحة البال، هادو هما الصح والاساس. المهم خياتي نبداو بالصلاه والسلام على اشرف خلق الله ونروحوا نهضروا شويه على الوصفه اللي نبارطاجيها مع خياتي. المهم نشكر اولا المتتبعات اللي دخلوني جدد، نقول لهم مرحبا بكم في مرحبا بكل وحده عطرت البستان ديالي بريحه الورد تاعها. يعني نقول لك ربي ان شاء الله يفرحك ويعطر حياتك بالفرح والسرور. المهم خياتي نشكر الاوفياء اللي دائما يدعموني واقفين معايا، يعني من نهار اللي بدات القناه. شكرا لكم، انا نقول لهم خياتي ونحبكم والله غنحبكم حب يعني ما تقدروش تتخيلوه، رغم اني كاين اللي نعرفهم وكاين اللي ما نعرفهمش، بصح هكا ونبقى نحبكم. كما يقولوا حبنا ان شاء الله يكون في الله. المهم خياتي الوصفه تاع اليوم راح نشارك معكم جبن الطلاء، يجي بزاف بزاف بنين واقتصادي ويجي يعني تستغناي على تاع المحلات. هنا راني نشرح لكم في المقادير برك، وريت لكم الخل والحليب، وهنا عندي كاس ناقص ربع تاع شونتيي، وهذا عندي الجبن اللي نستخرجوه من الحليب، يعني كانت شكاره تاع حليب ديجا رابط لي وخرجت من هذاك الجبن حطيته بجيه، وراح نوريكم كيفاش تستخرجوه. عندي مغرفه نص مغرفه صغيره تاع بيكربونات والملح. هنا اول حاجه درت لتر تاع حليب حطيتها فوق النار تسخن، وهنا جيت ديت حوالي ملعقه كبيره تاع الخل. كيما واش توريت لكم القارص ولا الخل، يعني تقدروا تستعملوا القارص ولا تقدروا تستعملوا تان الخل، يفي بالغرض، يعني في زوج يعطي لكم نفس النتيجه. برك ديروا مغرفه كبيره، يعني كيما شفتوا درتها لكم في الكاس هذاك تاع لاتاي باش نوري لكم شحال. هنا الحليب ديالي كي يسخن راح يبدا في درجه الغليان، تفرغوا هذاك الخل وتخلوه يبدا ينفصل المصل تاع الحليب هذاك على الجبن هذاك اللي حنستخرجوه من الحليب. هنا الا درتو الحليب كامل دسم راح يكون احسن واحسن، والا كان حليب عادي، انا هنا استعملت حليب عادي، تقدروا ديروه ويعطي لكم نفس النتيجه. هنا كي يبدا يتشكل لي هذاك الجبن ديالي راح نقص الفرن تاعي ونخليه حتى يتشكل كاع يتك، يعني حتى يولي الماء صافي ويتشكل هذا كامل وحده كيما هكا. هنا نحيته على النار، هذا كان ديجا راب لي يعني وحده شكاره تاع الحليب كي رابط وحدها راح تصفي كي تخلوها يومين، ولا وحدها راح يصفى الماء وحده والجبن وحده. يعني تقدروا ديروها بطريقه طبيعيه كيما تقدروا ديروه كيما درتو انا هكاك فوق النار، غليته درت له الخل باش ينفصل المكونات. هنا من الاحسن تخلوهم يبردوا برك، انا مع التصوير باش نكمل سما راح نرحيهم ومن بعد نديرهم يبردوا. هنا درت نصف ملعقه عفوا تاع بيكربونات مع هذاك الجبن، وربع قطع تاع جبن مثلثات باش يزيد لي في النكهه ويزيد لي في البنه تاع الجبن، ما باليش كاع علاش راني نهضر هكا. المهم وزدت لهم الملح ودرتهم داخل لاشوار. زدت لهم هنا عندي كاس غير ربع تاع حليب، درت شويه وبقيت نرحي فيه مع هذاك البيكربونات والملح، يعني حتى يولي لكم خليط تاعكم ليس. اللي حبت هكا تخلي الجبن تاعها في هذه المرحله تقدر تخليه، بصح راح يخرج لكم كميه يعني قليله، راح يخرج جبن ما شاء الله. زيدوا له برك مغرفه كبيره تاع زبده رحيوها معه وراح يخرج لكم جبن ما شاء الله. وشنو راح يعطي لكم كميه قليله. هنا غير تحطوه في كونجيلاتور ولا في فريجيدر راح يشد القوام ديالو. هنا انا حبيت نخرج منه كميه كبيره، وش زدت هذاك الحليب اللي بقى زدته في لاشواغ ديالي، وزدت كاس غير ربع تاع شونتيي. هنا شريت شونتيي قيس 10,000 عطاني هذه الكميه، درتها مع هذاك الحليب في لاشواغ ديالي وبديت نطلع فيهم. هذه شونتيي راهي مالحه، راهي تتباع عند اللي يبيع لوازم تاع الحلويات، قولوا شونتيي صالي ولا شونتيي مالحه راح يعطيها لك. هنا شوفوا بعد ما لحيتها القوام تاعها كيفاش راهي تخرج لكم ثقيله ما شاء الله. اللي حبت الفرماج تاعها يجي عاقد تنقص كميه تاع السوائل تاع الحليب هذاك، يعني دير نص كاس برك راح يجيك ثقيل ما شاء الله. انا حبيته شويه خفيف تاع لي ساندويتش تاع الطلاء ما طيبوا به يخرج ما شاء الله. كيما شفتوا زدت له زوج مغارف كبار تاع الزيت، انا ما كانش عندي المارغرين درت له زيت، نتوما من الاحسن ديروا ملعقه كبيره تاع مارغرين.
ولا من درتو الزيت تاني راح يجي يعني نفس النتيجة. أنا برك ما كانش عندي المارغرين كنت حابة نصور الوصفة وما لقيتش شكون اللي يشري لي صراحة، كانوا ولادي كامل يقراو، كان وقت اللي يقراو فيه كي كنت نصور درت الزيت. المهم كيما شفتوا خلطته كامل، الفرماج هنا راهو شوية طري بصح غير ديروه في الفريجيدار راح يشد القوام ديالو يعني يتماسك. هنا حبيت نوزن لكم الكمية اللي عطاهاني، حطيته فوق الميزان، شفتوا حطيته على الصفر ومن بعد جيت نوزنو هنا عطاني كمية ما شاء الله قريب كيلو يعني 750 غرام، والبنة تاعو ولا غير روعة ما شاء الله. يعني الزوج ديالي عجبو بالبزاف قاعد يقول لي جا ما شاء الله خير من تاع برا، البنة تاعو روعة. ذوقوه الملح نتوما تعدلوا الملح، يعني الا كان مخصوص تقدروا تزيدوا له بصح لازم ترحوه فلاشواغ كي يكون فلاشواغ. هنايا تخبطوه هكا كيما شفتوا وراح نحطوه في الثلاجة مدة 6 سوايع باش تبداو تستهلكوا. طبيو الوصفة رمضان يعني نستحقوا بزاف في رمضان الفرماج، جربوها في البوراك، راح نشارك معكم ان شاء الله، راح نولي دايما نديرو. هنا لا عجبتكم الوصفة ما تبخلونيش بجام وسلام.